المسيح لمجرد أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم مائدة من السماء، بتعبير عيسى لمجرد أن نزلت عليهم مائدة من السماء اعتبرها عيدا واعتبروها من بعده عيدا، فما بالك بأن ينزل الوحي الأعظم من الله سبحانه وتعالى في يوم مثل يوم غد والمسلمون سادرون في غفلة عجيبة غريبة، مع أن الأطراف كلها تنتقصهم وتنتفض عليهم وتنتقض منهم، ولكن لا زال المسلمون غائبون حائرون في معركة شرسة جند أعداء الإسلام كل جيوشهم من أجلها، ولا زال بعض الحمقى لحد الآن يتصور بأن المعركة هي معركة أن نزور قبرا أو لا نزور قبر. قبل أيام في المسجد النبوي الشريف خطيب المسجد بدلا من أن يعظ الناس ويربيهم على مواجهة أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقف وبيده قلم ونادى على أحدهم قال: تعال وخذ القلم. تقدم هذا الرجل ما يعرف شنو القصة، أخذ القلم من عنده قال لهم: هذا به فيه حياة، لذلك جاء وأخذ هذا القلم. الآن أمامكم أخرج قلم آخر وقدمه أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبلهجتهم القبيحة: يا محمد تعال وخذ هذا القلم. يستدل بأنه شوفوا ما خرج أحد من القبر وإجا أخذ القلم، لأنه لا حياة فيه. جزا الله خيرا ذلك الشاب السوداني، لعله كان من السودان، وقف أمامه وقال له: يا شيخ بالله عليك أعطني هذا القلم. ثم رفع هذا القلم ونادى: يا الله خذ مني هذا القلم. إذا كانت القصة قصة كل من يأخذ قلم وهو حي، هذا الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض لا يأخذ القلم، فهل تقول بأن الله ميت كما صاحب هذا القبر؟ هسه لا زال هؤلاء كل دأبهم لا شغل لهم مع اليهود، لا شغل لهم مع النصارى، لا شغل لهم مع الفسقة، لا شغل لهم مع العصاة، كل شغلهم ودأبهم هو كيف يمكن أن ينالوا من عقيدة التقرب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأهل بيته. كل الهم ملايين بل ربما مليارات الدولارات تصرف من أجل أن يأخذوا من الإنسان عشقه لرسول الله صلى الله عليه وآله.